بعد فوز الاهلي على ميدياما الافريقي بنتيجه 1-0، تعال اقول لك تقييم النادي الاهلي من وجهه نظري. نبدا بحراسه المرمى. مصطفى شوبير عمل مباراه من افضل المباريات اللي ممكن تشوفها لمصطفى شوبير. مصطفى شوبير ياخد 9.5 من 10. علي معلول ما كانش مش قوي في الماتش، نديله 4.5 من 10. محمد هاني برضه نفس علي معلول، ما كانش قد كده برضه في الماتش، نديله 4.5 من 10. ياسر ابراهيم من افضل اللعيبه اللي ممكن تشوفها في الماتش، نديله 8.5 من 10. عبد المنعم اللي انا ما كنتش متوقع منه الاداء اللي احنا شفناه النهارده ده، عبد المنعم نديله 5.5. عمرو السولية صاحب الاسيست الجميل لموديست، وفي الاخر تنتهي بجون، ندي عمرو السولية ياخد 7.5 من 10. كريم ندفد بعد عودة حميدة، يعني عودة طويلة، نديله 5.5. إمام عاشور من وجهة نظري هو بطل المباراة والله العظيم. إمام عاشور نديله 9 بس. حسين الشحات صاحب الجول، ندي لحسين الشحات 8.5. أنطوني موديس صاحب الأسيست لحسين الشحات ونهاء حسين الشحات في الآخر بالجول، موديس نديله 7.5 من 10. بيرسي تاو اللي ما كانش متواجد اصلا في المباراة نديله 3.5 من 10. بس كده.